الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. القصة جاتني من السودان وذكرها أحد الرواه، لكن اللي جاء أرسلها لي قال أبغاك تذكرها بصوتك. قصة حدثت قبل حوالي 20 سنة. أحد الإخوان السودانيين تزوج ولا كتب الله له عيال، بعد 5 سنوات طلق. كان حريص أنه يجي في زيارة عمره للمملكة العربية السعودية، وقدم وحصل على فيزا زيارة، وجاء للحرم المكي وتمم عمرته وقعد يصلي فرحان بمكة. اليوم الأول اليوم الثاني يقول صار جنبي أحد الإخوان السعوديين، يقول صرت أخذ وأعطي معه وسولف أنا وياه، والرجل سنه سبحان الله يعني استلطفني واستلطفته. وأنت من على كفالته؟ قلت لا والله أنا جاي زيارة عمره وأول مرة أنزل السعودية. قال شلون الأوضاع في السودان؟ هالكلام قبل 20 سنة. قال الحمد والشكر لله. يقول قمت أخذ وأعطي معه. قال وش تشتغلون في السودان؟ قال والله أنا أشتغل في راعي الإبل وراعي الغنم. قال ما شاء الله. والله يا أخي أنا ودي براعي، أنا عندي إبل وعندي حلال أبي لي راعي. قال ما عندي مانع، إذا بتطلع لي فيزا أنا حاضر. يقول قال خلاص. يقول صار بينهم اتفاق على أساس أنه يطلع فيزا ويرسلها للسودان إذا خلص من عمرته. سافر السوداني للسودان، وهذا قعد له شهر، خذ صورة جواز السوداني وطلع الفيزا وارسلها له في السودان. هذاك يوم خذ له 20 يوم، خلص أوراقه، جاء وصل جدة، استقبله كفيله الجديد. كفيله الجديد عنده مخيم حاطم فيه حلال، وجاب السوداني، ولا والله السوداني عند ظنه وأحسن، صار يرتب فيها الحلال ويعزل الزين ويخلي الشين يبيعه. والله قعد فترة، ولا والله كل ماله الحلال يزين وكل ماله الوضع يزين. يا سلام. بل انه تدخل حتى في عملية صناعة الخيام اللي من القش. إذا جابوا نخيل ولا عسف نخيل قام يصلحها ويصلح منها بيوت، غرفة له وغرفة له، مثل ما تقول المطبخ في المخيم. عرف في هالمنطقة، وصار حتى يعني يستأذن معزبه، يقول الناس تشتري ذبايح ودي أنا تاجر في الموضوع إذا ما عندك مانع، لأنه ما يبيع معزبه، فيشتري له مثل 3-4 خرفان ويبيعها لها الكشاتة. 5 سنوات 6 سنوات وهو على هالوضع هذا. كفيله يقول له يا زول أن حطيت فلوسك عندك، تعرف مظنة سرقة ولا شيء، على كيفك، ما أحطها عند أحد ولا؟ قال لا خلها عندك، اجمعها لي. صار كل ما جاء وقت الراتب يقول ترى هذا راتبك عندي. صار يجمع رواتب هالسوداني عنده، بما فيها أرباحه من الأغنام اللي بيعها على الكشاتة. لا. ترى الرجال يعني ما شاء الله تبارك الله صار محترف ومعروف. يوم خذ له 5 و6 سنوات قال يا معزبي، قال نعم. قال الديار تطلب أهلها. قال المعنى أنا ودي أروح لأهلي، أنا رجال الحين لي 6 سنوات وأبيك تعطيني الفلوس اللي عندك وأسافر. قال لا يا رجال اصبر علي 1 أو 2 أنا ماني مخليك الحلال والبيت. يقول قلت خير إن شاء الله، أنا مقدره ومقدري، وأنا بعد جاينا من عقب أثار مشكلة الطلاق ومن حاشم الديرة. يقول استحسنت وقعدت سنة بعد. يا سلام. لكن في الفترة هو صار ما عنده سواق في البيت، فجاني وقال بعلمك السواقة تصير سواق عندي في البيت. فقلت حاضر. يقول تدربت على السواقة في البر، أعطاني السيارة وطلعت رخصة وصرت سواق للعائلة. والله الوظيفة أريح من وظيفة البر، صرت أوديها له وأجيبهم. 1 2 يوم جيت خلاص طقت بي، قلت أنا الآن لي عندك 8 سنوات أو 9 سنوات أبغاك تجمع رواتبي وما عندي من حلال. يقول أنا مسجل كل شيء أبيك تعطيني. قال خير. يقول الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، يقول كل ما قلت لي قال خير خير، إلى أن جاء ذاك اليوم أنا في المخيم قاعد بنام فيه ذيك الليلة. يقول يوم جاء عقب صلاة عشاء وأنا في مخيمي إلا الدورية عند الباب. يقول يوم طلعت خير، قالوا أنت فلان فلاني؟ قالوا اركب. وشو عليه؟ قالوا أنا إقامتي يعني رسمية وضمن نظام رسمي يعني. قال لا اركب وبعدين تدري ايش في سالفة. ركبت معه ورحت للشرطة. يوم جيت الشرطة ولا الضابط عابس في وجهه وزعلان. قلت وش صاير؟ قال بعد لك عين. قلت شو عينه؟ قال أنت مرفوع عليك قضية تحرش.
تحرش في مين؟ من اللي رافع عليه القضية هذه؟ قالوا زوجة كفيلك. يقول زوجة كفيلي، يقول والله ما بيني وبينها أي شيء. يقول خذوني في السجن، يقول يوم جاء من بكرة جابوا الكفيل وجابوا زوجته. هذا هو، قال هذا هو، هذا كفيلي وهذا زوجته، رافعين علي قضية تحرش، أني متحرش بالمرأة. والله ما جيتها ولا أعلم عنها. يقول صار جدال بيني وبينه في الشرطة وما أدري إيش من هالكلام. قالت القصة أنه طلب المعذب من السوداني يجيب له ذبيحة للبيت، فهذا ذبح الذبيحة وداها البيت. يوم دخل البيت قالوا له ما في أحد يدخلها، دخلها المطبخ، خذ الكرتون ودخلها داخل البيت وطلع. يقول هذا اللي سويته أنا. الضابط يقول لا، يقول لك يوم دخلت أن المرأة اتهمتك بالتحرش فيها. القضية أخذت منحنى ثاني، سجنت في السجن. هو قعدت فيها مظلوم، ما عندي إلا سجاتي ومصحفي، حتى قيمة المحامي ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، كلها عند كفيلي. استمريت على الحالة شهر، أحيلت القضية إلى القضاء. جاء القاضي ناداني قال هذا الاتهام وهذا الوضع وانت ليش دخلت البيت، كل الاشياء، يعني انا معترف اني دخلت البيت واني دخلت الكرتون وان هذا اللي صار، لكن ما لمست المرأة ولا اعرفها ولا تعرفني. بالعكس انا 9 سنوات وانا جاي خايف من الله سبحانه وتعالى. لو انا مو من هالحين، من 9 سنوات بيصير شيء من هالامور. يقول قمت استغفر الله واتوب اليه وارجع، وقلت هذا اللي صار، غيره ما صار شيء ثاني. القاضي حاول ياخذ مني اعتراف، حاول جلسات، يقول القاضي خلاها الجلسة مثل ما تقول بعد 10 أيام نطق بالحكم. أنا جيت السجن ولجأت إلى الله، سجاتي ومصحفي، وأسأل الله العلي العظيم أن يفرجها عني، بين قراءة وبين خشوع وبين دموع. يقول بعد يومين جابوا سجين متردد على السجن من رواد السجن، أنا ما أعرفه، شافني أقرأ القرآن، يعني يقول لي انطف اللمبة على أساس أني أقرأ. قلت إن شاء الله. يقول صار شافني أبكي في الليل، فقال تعال يا زول إيش قصتك، ذابح أحد أنت ولا؟ قلت لا والله ماني بذابح أحد. قال علمني. يقول وقص له القصة كاملة. قاعد يضحك، قال أنت هالشيء صار منك؟ قلت والله ما صار، وإني بريء منها، بريء براءة الذئب من دم يعقوب. يقول أنا متأثر في كلامي. قام يفكر ويضحك، يفكر ويضحك. قال أنا بعطيك حل. طبعا هذا اسمه أبو حمود، أبو حمادة أو أبو حمود نسيت. قال بعطيك حل، إن سويته بتطلع من المشكلة هذه كامل. قلت على يدك. يقول يعلمني الحل، والحل اللي ما له داعي ولا يذكر ولا يقال. قلت اتق الله يا رجل، هذا ما يصلح الحل. قلت ما قلت هالحل هذا للشيخ ترى ما راح تنجو. أجادله ويجادلني. قلت يا رجال توكل على الله، أنت رجال من خريج السجون ولا أنت بثقة. يقول وارجع، نعم، وارجع على سجادتي واطلب الله. مرت 10 أيام طلبوني للمحكمة، حضرت الجلسة. ولا هذا خصمي أبو كفيلي وزوجته ومعها حرمتين، يعني يوسعون صدره. المحكمة يقول مليانة. القصة هذه مثل ما قلت لكم كانت قبل 20 سنة، يعني خلينا نتكلم 2004 بدأت القصة، و9 سنوات في 2013. يقول الشيخ سألني قال لي يا زول، قلت نعم. قال أنت معترف؟ قلت يا شيخ شو أعترف فيه؟ هذا اللي صار، أدخلت الكرتون وطلعت، ما صار شيء يا شيخ. يقول يوم خذ وجلس بدأ يسأل المرة سؤال وسؤالين، قامت تتكلم كلام يعني مو بصحيح. أنا جلست قلت يا شيخ، قال نعم. قلت عطني نص ساعة. قال وش عندك بعد النص ساعة؟ قلت عطني نص ساعة براود نفسي، يعني براجع نفسي. يقول يوم عطاني نص ساعة، يقول أقعد في الركن وأتذكر كلام الرجال اللي جاني في السجن وقال الكلام هذا، المجرم هذا. قلت أنت خاربة. قلها اللي قاله لك، ربما أن الله سبحانه وتعالى يعني ينجيك. يقول يوم جاء الشيخ وحضر، ها تعترف؟ قلت نعم بعترف. قال اعترف. قال نعم أنا تحرشت فيها، أنا تحرشت بالمرأة، ولكن مو بس تحرش، أنا لي علاقة لها معها 3 شهور، أعرف هالمرأة لي 3 شهور، والحقيقة هي معجبة فيني ومن هالكلام. يقول وأقوم أبهتها ببهتان مو فيها. يقول يوم بديت في الكلام هذا المرة طقت في الصوت. غير صحيح يا شيخ، غير صحيح، والكلام هذا غير صحيح.
زوجي أجبرني أقول الكلام هذا علشان ما يعطيه حقوقه. والله انه جيد. يقول وانا قام الشيخ التفت لي قالوا قلت هذا الصحيح، لكن ما يجي الحق الا مع شوي باطل يا شيخ. انا والله ما كان نيتي اني اصل هالمستوى هذا في الكلام، لكن حقيقتي ما راح تظهر الا بهالطريقه هذه. والله يا شيخ ما اعرفها ولا تعرفني ولا ادري عنها، ولكن يوم قلت الكلام هذا اظهرت العلوم كلها. ولا والله الشيخ الحقيقه يعني بدت القضيه واضحه قدام. لا الرجال وجه الكبر والمرأة مثله، ولا والله الشيخ يستلمهم في الحقيقة، يعني زاد عليهم في الغلظة وفي الكلام. وتتقون الله تأخذون حليل هالرجال، رجل جاي يشتغل عندكم وتبهتونه علشان تأخذون 370,000 أو 400,000 ريال منه 9 سنين وهو يشتغل عندكم بأي حق؟ يقول وهو يستلمهم استلام. المهم أجل الجلسة بعد فترة، أطلق سراحي ويجوني بجاهية. والله والحقيقة يعني أنا ما هو عشان الفلوس، ولكن تنازلت لأن الناس اللي جاتني من أصدقائي ومن جماعتي، وإن الشيطان أغواهم. بنرجع رواتبك ونعطيك الهدية اللي ترضاها واللي أنت بيه حاضر. يقول بالفعل جينا عند الشيخ، قال الشيخ وش تبي منهم؟ قلت والله أنا متنازل عن حقي الخاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ما يكفي، أعطوك حقوقك؟ قلت كلها أعطوني إياها. قال سووا لك خروج نهائي؟ قلت أعطوني إياه كامل وتذاكري وكلش. قالوا حكمت 100,000 بدل شو اسمه بدل سمعة وبدل اتهام باطل. طبعا صدر حكم على الرجل 3 شهور، والمرأة قالت إن زوجي أجبرني على مثل هذا الوضع. والقصة مثل ما قلت لكم لها 20 سنة. الحقيقة يا أخوان يعني رجل مغترب تعرفه في مكة سبحان الله، وتجيبه عندك ويشتغل عندك 9 سنوات بهالطريقة هذه، ما تخاف الله ولا تتقيه. أكل المال الحرام، ما تدري في عيالك في نفسك في حلالك. هالحين دفعت المبالغ وفوق ذلك تفشلت قدام الناس، والله سبحانه وتعالى شوف الحكم عنده سبحانه وتعالى. كم من الناس نشوفهم يأخذون رواتب بعض العمال ولا يأخرونهم ولا يحاولون قدر المستطاع يتحايلون عليهم انه ما يسوي ولا ما يفعل. اتق الله، هذا جاي من اسره ويكد على اسرته، لا خادمه ولا سائق ولا عامل. يجب انك تحرص على انك تؤدي الامانه هذه، وتدري ان هذا سبحان الله رزق ساقه الله لك انك تعطيه حقه في الموعد المحدد. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه. وانا يا ابو عبد المحسن مثل القصه ما احاول اتطرق لها، لكن في مثل هالقصص انتشرت ونحاول من خلالها